واش الدراري والدريات، تحياتي لكم، شكرا على السبورت ديالكم الاخوان. رجعت لكم في واحد لا فيديو جديد وفي واحد الموضوع جديد، وحضرت لكم الوحشه اللهم بارك. بزاف ديال الناس تقريبا لا بلوبار الناس اللي متبعيني، واحد النسبه ديال 70% تبارك الله عندهم لي تروشينيت، وكيسولوني ديما نفس السؤال: خيتو باك خي سؤال واش ممكن نخدموا بتروشينيت في كلوفو، واش ممكن نخدموا في الدومين ديال لا ليفريزون عامه بتروشينيت، شنو هما الشروط اللي ممكن نديروه، شنو خاص يكون عندنا في التروشينيت ديالنا باش نخدموا، بما انهم الاخوان كيف ما كتعرفوا حنا عندنا في هذه البلاد مازال هادشي ما مقننش، يعني الضو مازال ما زعمش عليه بنادم، قليل فين تلقى بنادم صايك شي حاجه ديال الضو، كتلقى لا بلوبار ليسانس فهمتيني، مازوط، المهم داكشي راكم عارفين. انا اليوم غادي نغير لكم هذه الفكره هذه، وغنعطيكم شنو هما الشروط اللي خاصك بالضبط باش تخدم هنايا، وشنو خاص يكون في التروشينات، واش لوطونومي خاصها تكون ضروري طالعه، حاجات بيان سور لوطونومي الاخوان خاصك تدبر على واحد التروشينات اللي تكون لوطونومي ديالها طالعه بزاف، يعني ما كديشارجاش دغيا وفيها باتري كبير. المهم ما نطولش عليكم الاخوان، لكن انت اول مره تشوف سؤال ما تنساش اللايكات، انا نهضر على بزاف ديال المواضيع، وبما انني تواصلت مع الشركه شخصيا وكتشوف لي فيديو ديالي اللي كندير الاخوان، نتمنى هذا الفيديو تبارطاجا ويوصلهم ونحرك، ونكون انا واحد السبب اللي غادي يخلق بزاف ديال الفرص للناس اللي عندهم لي تروشينات وحاضرين على الدوران وكذا. اللهم الانسان يبقى يشارجي الضوء ويخرج يدبر على راسو كيف العاده. ما تنساوش اللايكات، واولك حتى اول مره تشوفيني اش كاين لايك صاحبي وابوني، راه سويل العالم. تحياتي للاخوان وكيف العاده. اول حاجه الاخوان غادي نجاوب عليها في هذا الفيديو هذا، اللي هي انه واش ممكن نخدموا بتروشينات. اول حاجه غادي نديمارويا بسم الله، نديروا ليكرون ديالنا. بسم الله الاخوان. يا سلام، عرفتي باش كتكون نهار كامل في الدار الدراري وكتخرج كتبان بحال كدير شي حاجه مختلفه. علاش الاخوان ممكن؟ حيتاش اول حاجه باش بدات كلوفو راه بدات بالبيكالا، يعني كان الانسان كيخدم بيكالا. داروا في الاختيار الثاني، يعني كان عندك تختار ما بين يا بيكالا يا موطور، يعني هاد الجوج هادو كتختارهم كتخدم بهم. وراه بيان سور الا خدمتي بيكالا راه كانوا كيديروا واحد لازون اللي صغيره، يعني كيحددوا لك واحد لازون اللي صغيره كتبقى تخدم بها، يعني انت راه ما يمكنش عندك بيكالا وغادي تخدم بلازون ديال الماطر الكبار. يعني هذه اول نقطه. ثاني حاجه، انا بالنسبه لي الناس اللي كيشوفوني كنخدم بلا موطو الكتريك، دابا الطريقه ديال التسجيل في كلوفو كتحتم عليك حاليا انك ما كاينش اختيار ديال التروشينات، يعني كيقول لك بلي راه خاصك جوست موطور، ولكن راه بامكانك الاخوان تسجل بموطور ياك. بعد ما تسجل الموطور والوريقات ديال الموطور اللي كيطلبوا لك لاسيرونس وكيطلبوا لك الكارت كريز، من موراها ممكن انك تحط الموطور، ولا عندك شي تروشينات تخدم بها عادي، ولا تخدم بواحد لا موطو الكتريك. اهم حاجه تخدم بالضوء باش تختصر عليك فلوس ليسانس والمازوت. ثاني بلان الدراري اللي مهم، ثاني بلان مهم الاخوان هو هذيك التروشينات من القدام. غادي تشوفوا لي تروشينات، غادي تشوفوا بيكالات الكتريك خدام بهم بنادم، ولكن الحاجه المهمه من هذا الشيء هو هذاك الكومبيتونس ديال الباتري. يعني الباتري خاص يكون عندك ناضي، يعني ما خاصكش تفكر في السبيد. الا باغي تخدم تروشين ما خاصكش تفكر في السبيد، غتقول لا راني ناخذ واحد التروشينات اللي غادي تجري دغيا وغادي نوصل الكوموند دغيا. لا بالعكس، خاصك الاخوان تاخذ واحد التروشينات اللي لوطونومي ديالها طالع، يعني المده باش يديشارجا كتكون مده طويله. علاش؟ حيت انت ملي غادي تخدم التروشينات الكتريك غادي يعطوك واحد لازون اللي صغيره، يقدروا يديروا لك لازون بحال اللي عند صحاب البيكالات. يعني هاد لازون الاخوان كتكون صغيره، كيكونوا فيها لي كوموند القصار، دوك انت ماشي بالضروره السبيد، يعني ضروري انك تضرب ماكسيموم، ضرب واحد 4 سوايع 5 سوايع قبل ما تبوزي والتروشينات ديالك تبقى خدامه، يعني ما ديشارجا ما والو. هذه ثاني نقطه مهمه اللي ما كينتبهش ليها بنادم. ثالث حاجه، بما كتعرفوا ان الضوء الاخوان داخل بواحد الهيت جديد في المغرب، وغادي يولي من هنا لقدام هو اللي كاين، دونك اكيد راه غادي يحلوا الاختيارات ديال انك تخدم بتروشينات الكتريك ولا موتور ديال الضوء. انا كيفاش كنخدم بالموتور ديال الضوء؟ كيف ما قلت لكم راه ديجا مسجل بالطرون 3، يعني النهار الاول دافع عليهم الوريقات اللي عندي على اساس عندي الطرون 3 وخدمت بها. ولكن الاخوان بعد مده شفت داكشي فريمون غادي وكيقصاح، ليسانس غلا، الفلوس تقريبا كثر نقول غادي اكثر من الثلث كتمشي لك غير في ليسانس. داكشي علاش قررت الاخوان نخدم بالموتور ديال الضوء. هذا الموتور ديال الضوء الاخوان كيوفر لي واحد 50 درهم ديال النهار ديال ليسانس، الا حسبتيها الشهر تلقى 1500 درهم. دونك انا كنشوف الاخوان باللي لا بارطاجيتو هاد لا فيديو دي يقدر يوصل لهم. راه في الدول اوروبا الاخوان راه خدامين بلي تروشينات الكتريك نورمال، ما كيزكروش معاهم بحال هنايا صراحه. وكنظن انها تلقى واحد الاقبال كبير على الوفري، حيت بزاف هاد الناس اصلا متبعيني في الشين كتلقاهم فهمتيني، كتلقاهم عندهم بزاف ديال لي تروشينات تبارك الله. يعني الا حلوا هاد الاختيار ديال التروشينات تخدم بها، وشحال من واحد الاخوان غادي يولي ليفرور، راه ما يمكنش. غتولي الكوموند مع تكوموندي مع توصل في البلاصه.
الفئه ديال الناس اللي ممكن لهم انهم يخدموا بلي تروتينات هما اللي كيكونوا ديجا مقيدين بموتور، على اساس انهم عندهم موتور وكيحطوا موتور وكيخدموا بلي تروتينات، كيخدموا باي حاجه بالضو اللي غادي توفر لهم الاخوان. حيت لوبجيكتيف الوحيد هو انك توصل الكوموند لواحد بواحد السرعه مقبوله، فهمتيني؟ هي اصلا الكوموند ما خصهاش توصل بارده وميم با، يعني على حسب المسافه اللي كيعطيوك. دوك اللي كانت المسافه قصيره غادي يعطيوك تقريبا واحد 10 مينوت تيقولك مثلا باش توصل الكوموند. دوك نتايا بالعكس كنظن انا اللي تروتينات تقدر تدوز في الطريق اللي ما غاديش دوز بها بموطور، تقدر تطلع فوق التطوار، تقدر تستغرق تختصر الوقت عليك، فهمتونا الاخوان؟ دونك كنظن باللي هذه الفكره هذه متاحه. نتمنى هذا الميساج يوصلهم، بما انني ديجا راه تواصلت مع الشركه كيف ما قلت لكم وديجا كتفرج في الفيديو ديالي. نتمنى تشوف بعين الاعتبار الناس اللي عندهم هاد التروتينات، مع العلم ان كيف ما قلت لكم برا راه كيخدم بهم انسان عادي. وكيف ما شفتوا راه بالنسبه للتروتينات اللي عندي اللي هي كيكورين جيدو برو الفيرسيون ديال 2024 راه ما شاء الله راه فيها لوطونومي 60 كيلومتر. دونك راه 60 كيلومتر كتكون كافيه الاخوان انك باش تخدم بها واحد. الا عطاوك الطراجي ديال بيكارا دونك راه غتخدم بها تقريبا واحد نقول واحد اكثر من 4 سوايع بلا بوز، فهمتيني؟ بلا ما تبوزي. وهادشي غادي يخليك انك تضرب بها مصيريف وتجي تشارجي عاوتاني وتكمل. هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم. صراحه انا كنشجع بالروج ولا خاصهم يشجعوا على هاد القضيه هادي ديال الضو باش كلشي يخدم. حيت لوبجيكتيف الواحد الاخوان هو الانسان يدبر على راسو. غتبقى الاتقى مقابل والديك، الوالده ارى لي باغي نتقهوى، باغي نخرج مع الدراري، باغي كذا باغي كذا. بحال دابا انت كيكون هاد الزحام الاخوان صافي طق طق في نزرب انت عندك الكوموند ديال البوكسه مثلا. انت شوف هنا هما المرايات، سمعتينو الاخوان؟ كدير البوكسه بحال بالشكاره عادي بحال غادي للمدرسه. واش بقى غادي؟ اهم حاجه الاخوان خاصها تكون عندك، وضروري يكون عندك شي قفل، حيت تقدر يجوك الكوموند في مرجان وابار مرجان بار اكزومبل يجوك مثلا دير كوموند في شي عماره. انت خاصك ضروري تربط لي تروتينات بيان سور الاخوان. الله واحد لاكسيدون اباوي الله. نتوما الاخوان ديما ما تكونش شي كسيده ولا شي دابا الانسان يا فين اخويا؟ راه بنتي معايا في فيديو فباك انا كنصور. فين اخي صالح؟ هاني مزيان الساعه هو هذاك كتعاود. بسم الله بخير والله الا مزيان اخي. الله يحفظك الله يعز بك والله الا بخير. انا تتبان معايا في فيديو. الاخوان دبرنا على واحد البسكوي كما قلت لكم الاخوان. دونك ملي كتشوف شي كسيده هي احسن حاجه هو انك تغيرها. وكل لوز الدراري الانسان هو اللي يديها في راسه. هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولت نعطيكم الحوايج اللي غادي ينفعوكم. واحسن حاجه كما قلت لكم دابا الخيار المتاح هو انك ديجا تبدا بموتور وتحط الموتور ان فوا تقيد به تحطو وتولي تخدم. وخاص التروتين تاع الاخوان تكون عندك كونفور، يعني قاده انها تستحمل سمحوا لي الاخوان مريض تستحمل الاخوان الجهد والاوتونومي. والنصيحه بزاف الناس غادي يسولوني شنو هما يعني التروتينات اللي تقترح اخي سهيل. ما كنقترحش لكم التروتينات ديال شاومي كاع، حيت فريمون شاومي ما خداماش بهذا المعنى هذه. يعني كيكون الاوتونومي ديالها هابط. الاوتونومي ديال 25 كيلومتر راه ما خدامش، الاوتونومي ديال 30 كيلومتر ما خدامش، داير 40 كيلومتر. حاول تشوف الاوتونومي اللي ضرب لك اكثر من 40 كيلومتر. حيت لا بليبار الاخوان ديال الكوموند راه تيكونوا مثلا كيبعدوا بواحد 6 كيلومتر 5 كيلومتر 4 كيلومتر ما بين المحل والكليان. دونك انت غادي تضرب حساب خاصك واحد التروتينات غادي تضرب بها واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع الخدمه. يعني غادي تكون الاخوان ديجا كافياك وغتخدم بها مزيان. غتجيب بها مصاريف ما بين تحطها تشارجا في الوقيته ديال البوز ديالك وتكمل. المهم اخي صلاح تحياتي. داكشي علاش كنتمنى الاخوان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اي سؤال عندكم مرحبا بارطاجيو معايا. ما تنساوش اللايكات والكومونتيرات راكم عارفين الاخوان. وكيف العاده سي